عمرك عملت تصرف وقلت بعدها انا عملت كده ازاي؟ احنا مش بنتصرف بناء على الواقع، احنا بنتصرف بناء على الفكره اللي في دماغنا عن الواقع. يعني مثلا انت سايق العربيه وفجاه حد كسر عليك، اول فكره تجيلك ايه؟ ده قاصد، ده قليل الذوق، لا ده يستاهل، وتحاول تكسر عليه. ليه؟ مش عشان اللي حصل، عشان الفكره اللي جت في دماغك نتيجه اللي حصل، تفسيرك للحدث. مع ان الحقيقه ان احتمال 99% ان الراجل مستعجل، سرح، مسك الموبايل، او حتى ما خدش باله منك اصلا. الفكره التلقائيه قالت لك ايه؟ هو قاصد، انت لازم ترد. هنا بقى المشكله ان الفكره التلقائيه بتيجي فجاه من غير استئذان، تعمل مشاعر غضب، عصبيه، والمشاعر دي تطلع سلوك، في الغالب سلوك بنندم عليه العمر كله. انت اعرف ان دي فكره تلقائيه ومش حقيقيه لما تيجي بسرعه، يبقى فيها تعميم، تحس انها سخنتك فجاه. امتى تبقى الفكره اقرب للحقيقه؟ يبقى في دليل واضح، لما ما تبقاش مجرد احساس. احنا ليه اصلا الافكار التلقائيه دي بتيجي؟ عشان تجارب قديمه، ضغط، تعب، عشان احنا اصلا مش في احسن حالاتنا. وقتها بتشتغل على وضعيه دافع عن نفسك باي تمن. ليك فاكر دايما ان مش كل فكره في دماغك بتستحق ان احنا نصدقها.